هوية بطل جديد لبطولة الكأس الرمضانية لكرة القدم تلوح في الأفق، حيث يتأرجح اللقب بين التحيل وحلول في نهائي النسخة السادسة عشرة. ملعب النجم منصور مفتاح في سباير زون سيحتضن المشهد الختامي في ليلة رمضانية جميلة. التحيل الوافد الجديد إلى البطولة سار بخطى ثابتة، حيث أنهى دور المجموعات متصدرا قبل أن يتخطى كتارا في الدور الستة عشر، ونجح في التغلب على رميلة في الربع النهائي بفضل ركلات الترجيح. تقدم المالكي، وضعها في المرمى المالكي، والتحيل إلى الدور القادم. وفي النصف النهائي وبعد صراع مثير مع عذبة، حسم اللقاء في اللحظات الأخيرة بهدف دون رد ليحجز مقعده في النهائي الكبير. يا للروعة يا للروعة! من جانبه لن يكون حلول الطامح للقب سهل المنال بعد أن فرض اسمه في النهائي عقب تأهله وصيفا في دور المجموعات. ليكمل المسيرة في الدور الستة عشر بالفوز على مسيلة ب3 أهداف لهدفين، ثم حقق انتصارا صعبا في الدور الربع النهائي على المائدة بهدفين لهدف واحد في مباراة قوية ومثيرة. في المرمى جول! وفي المربع الذهبي تخطى فريق العرافة بثلاثية نظيفة ليحجز مكانه في النهائي المنتظر. صقر الهتمي حاضر، صقر الهتمي حاضر. المشهد الختامي سيكون مختلفا تماما في هذه النسخة، حيث ينتظر الجميع ولادة بطل جديد. لمركز أخبار قنوات الكاس، جمال الشيباني.